مع حضرتك أستاذ دكتور عبير الشربيني أمين إعلام محافظة الجيزة. طبعا أنا سعيدة جدا النهاردة، مرت المحافظة بالكثير والكثير من القوافل الطبية، والحقيقة كان مركز العياط كان نصيبه القوافل الناجحة جدا 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 بفضل التفاعل حتى من الشعب نفسه، ربما بسبب اسم معالي الأمين العام محمد صلاح أبو هميلة اللي هو يعني محرك المحبة في حزب الشعب الجمهوري إذا لم يكن في الوسط السياسي بأكمله. وهذه المبادرات تحت رعاية الأمانة المركزية أمين العام محمد بيه أبو هميلة ومعالي الأمين مساعد لشؤون التنظيم والعضوية سيادة اللواء أحمد الألفي، وطبعا أمين عام المحافظة سيادة المستشار أحمد حبيب، وأمين تنظيم المحافظة السيد جمال الشريف. كلنا هنا ايد واحده سيان على محافظه الجيزه بكل المراكز والاقسام من اجل القضاء على المرض في اطار مبادره الدوله المصريه اللي هي اداره شؤون المواطن المصري كما ينبغي ان يكون، من بات امنا في سربه معافا في بدنه، لا حياه بلا صحه. فاحنا هدفنا في الحزب الحقيقه طبقا او تبعيه لاستراتيجيه الدوله المصريه ان احنا نقضي على المرض. يعني فبنحاول قدر الامكان ان احنا ننظم قوافل طبيه، والحقيقه لا اشيد بجهد الدكتور ناصر عدلي رئيس وحده القوافل الطبيه او لجنه القوافل الطبيه. اللجنه دي اطلقناها في محافظه الجيزه برئاسه سياده المستشار احمد حبيب امين عام المحافظه. يعني مبادره نجحت جدا، وكنا حاطين بلان ان احنا او خطه يعني ان احنا عندنا قافلتين على الاقل كل شهر وتمر مرارا على كل مراكز محافظه الجيزه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بالعدل. يعني كنا مقسمينها وحاطين خطه، وان شاء الله الخطه جاريه تحت رعايه سياده المستشار احمد حبيب ودكتور ناصر عدلي رئيس اللجنه او رئيس المبادره. وان شاء الله يعني عندنا امل ان احنا نرسم بسمه على وش اي حد مريض، ونبقى يعني خطوه على طريق القضاء على المرض في محافظة الجيزة. جيزة بلا مرض، حزب الشعب الجمهوري، حزب الجيزة الدقي عجوزة، حزب مش هنخلي حد في عوزة كل الهم والمرض يروح في كازوزة. عبير الشربيني أمين إعلام محافظة الجيزة. أهلا بحضراتك. حابين جدا جدا نشيد بحسن التنظيم وحسن الاستقبال وحسن الضيافة، على رأسها طبعا أمين المركز أستاذ محمد عبده، وأمين التنظيم الأستاذ أحمد شاهين، وأمين الإعلام وأمانة الإعلام بالكامل الأستاذ على رأسها الأستاذ هشام فودة. كل من ساهم ولو بابتسامة في هذه القافلة بنشكره، وعلى رأسهم طبعا أمانة العياط بالكامل. واسمح لي بقى يعني أشكر شكر خاص 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 إلى معالي الأمين العام محمد صلاح أبو هميلة الراعي الرسمي لهذه المبادرة. شكرا.